حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنزاتي الجمال وحشتوني. بقالي كتير ما عملتلكوش فيديوهات. انا النهارده بقى طالعه علشان اكلمكم عن حاجات مهمه جدا 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 لازم نتكلم فيها يا جماعه. اولا انا طالعه اقول لكم على حاجتين مهمين جدا. ايه هما؟ هقول لكم. اول حاجه صلوا على الرسول ولايك وشير للفيديو علشان انا عايزه الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. اللي انا هتكلم عليهم اول حاجه رمضان السنة دي، كل سنة وانتم طيبين. على أبواب كل القنوات وكل البلوجر بيتكلموا عن تفريزات رمضان والأكل والشرب، ونفرز الطماطم ونفرز كل الأكلات الحلوة دي. كلنا بنفرز، وهنزل لكم إن شاء الله الفيديو التفريز بتاع قناتي بإذن الله زي كل سنة. احب اقول لكم بقى، سيبكم من التفريزات وسيبكم من كل الكلام ده. اهم من كل التفريزات واهم من الحاجات دي هم ولادنا. ليه ولادنا السنه دي خلاص المدارس ان شاء الله بكره، يعني لازم نهتم بيهم الفترة الجاية دي من ناحية أكلهم وشربهم. السنة دي يا جماعة المدارس جاية مع رمضان. يعني ايه المدارس جاية مع رمضان؟ ولادي مش هيقدروا يصوموا وهم بيروحوا المدرسة، لا هيقدروا يصوموا وهم بيروحوا المدرسة. بس هعمل لهم ايه علشان خاطر يقدروا يصوموا ويبقوا مركزين في الدراسة ويبقوا كويسين وصحتهم كويسة وما يهبطوش منك ولا يتعبوا منك خلال رمضان. وطبعا الامتحانات، يعني المدارس مكملة لحد آخر رمضان وبعديها الامتحانات. والولاد طبعا ما تطلعش من رمضان مهبطة معاكي وتعبانة وما يقدروش يذاكروا كويس، ولا يقدروا يواظبوا على الدروس وعلى مدرسة وعلى صيام وعلى حاجات كتير قوي. انا النهارده بقى طالعه عشان اكلمكم في كل الحاجات دي، وكمان اقول لكم على على مشروع حلو قوي 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 من البيت ومربح جدا. تقدري تأكلي ولادك وتخليهم بصحة كويسة وكمان تكسبي فلوس. هقولك كل حاجة في الفيديو ده. يلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ الفيديو ونشوف الفيديو بيتكلم عن ايه. بكلمكم على الفيديو بتاعي اللي انا هعمله هيبدأ معاكم دلوقتي. بس دي كده لقطة كده صغيرة علشان اقول لكم على مشروع الجديد اللي انا عملته من البيت وقد ايه هو مربح وبدات اكسب منه فلوس. شايفين الفلوس القمر دي؟ كل ده من المشروع بتاعي اللي انا عملته من البيت. وقد ايه هو كان يعني مربح من اول يوم، وقد ايه ان هو سهل جدا وتقدري تعمليه. اي ست بيت نفسها تكسب فلوس من البيت تقدري تعملي المشروع دوت من بيتك ومن مطبخك. وهقول لك في الفيديو ده ازاي تكسبي. كل التفاصيل، كل الصعوبات اللي هتقف معاكي، اللي هي وقفت معايا قبل كده هقول لك عليها وهقول لك على تجربتي في الفيديو ده كله. يحط لايك للفيديو وتعليق حلو من القلب للقلب زيكم. ولكم علشان بالنسبة ما اطولش عليكم بقى، دي حلبة معقودة او مفتقة. الموضوع جه معايا بالصدفة. شايفين العلبة اللي في ايدي الصغيرة دي ب25 جنيه، وحجمها قد علبة الزبادي البلدي بالظبط. عايزة اقولك بقى ان الحلبة المعقودة دي او مفتقة وصفة حلوة للكبار والصغيرين، مفيدة جدا وهتديهم طاقة. وعايزة اقولك عن تجربة انا عاملاها من اسبوع، وعايزة اقولك ولادي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كانوا خاسين وضعفاء خالص. يعني خدودهم كده قلبظت، وطول عمري ما كنتش عارفة اعمل لهم ايه. فلما جبت العلبة دي ب25 جنيه من السوبر ماركت اللي جنبنا، فقلت ليه لأ، طب ما انا اعمل لهم في البيت وكمان ابيع للسوبر ماركت وابيع العلبة ب25 جنيه. انا طبعا ببيعها له ب20. انا كنت جايباها ب25 بس انا بعتها له ب20 علشان هو كمان لازم يكسب فيها. عايزة اقولك بقى الكيلو بيعمل كمية كويسة جدا جدا جدا. اول حاجة ده كيلو من العسل. انا مرضتش اعمل معاكم كمية كبيرة، ده كيلو من العسل حطيت عليه 3 معالق من الحلبة المجروشة المرة من عند العطار. كل الحاجات دي من عند العطار. بصوا الحلبة بتسيبيها نص ساعة عشان خاطر تعمل الشكل اللي انت شايفاه ده، بتدوب في العسل. وتعالوا بقى نرفع حلة على النار وننزل فيها بنص كوباية من الزيت. عايزة أقولك بقى وداعًا للدكاترة، وداعًا لتقوية المناعة. هو ده المناعة يا جماعة. عايزة أقولك ما تشيليش الطبق ده من على السحور. يعني بجد معلقتين كده كل يوم للولاد قبل ما يناموا، أو سندوتش صغير من الحلبة المعقودة هيديهم طاقة حلوة جدا 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 على المذاكرة وعلى الصيام. يلا بينا بقى نكمل الفيديو ونرجع للفيديو بتاعنا. ده سمسم وسوداني.
تقريبا ب20 جنيه سمسم وب10 جنيه سوداني. السوداني والسمسم طبعا من الفوائد بتاعتهم فوائدهم رهيبة جدا جدا. وطبعا لو انت نفسك كده تتخني كده وتقلبظي قبل العيد، لو انت مش مقلبظه ونفسك تقلبظي، عايزه اقول لك الاكله دي جباره جباره جباره. هتعمل لك كده خدود انا عايزه اقول لك انا ما كانش عندي خدود، بكلتها بقالي اسبوع ما شاء الله بقى عندي خدود، ووشي بقى ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده في الكاميرا. ده مش فلتر، ده وشي الحقيقي وانا بصور بالكاميرا بتاعت الموبايل عادي. هنحمص بقى في نص كوباية الزيت، هنحمص السوداني وهنحمص السمسم الاتنين مع بعض. وعايزة اقولك كده ايديكي تفضل فيهم علشان ما يتحرقوش منك. انا عايزة لونهم الجولد الفاتح الحلو ده، يا دوبك الريحة بتاعتهم كده تطلع. وهننزل عليهم يا دوبك ريحتهم كده تطلع، وهننزل عليهم بمعلقتين من المغات. المغات طبعا كلنا عارفين ان هي حلبة محوجة، ومن ضمن الحاجات اللي بتخلي طبعا الحلبة المعقودة طعمها حلو جدا. عايزة اقولك ما شاء الله انا بودي دلوقتي للسوبر ماركت كمية بقى رهيبة، الحمد لله رب العالمين. بعمل بال5 كيلو عسل. وطبعا ممكن انزل لكم المقادير اكتر من كده، تقدري انتي ضعف المقادير، انا مرضتش انزل لك المقادير 5 كيلو على طول، نزلت مقادير كيلو واحد بس علشان خاطر كل اللي عايز يعملها في البيت يقدر يعملها بكل سهولة. طبعا بعد ما المغايت اتحمر كده معانا، هنزل عليه بمعلقة واحدة من الدقيق. وده طبعا الكيلو عسل بال3 معالق الحلبة اللي انا كنت راكناه على جنب لمدة نص ساعة. طبعا هفضل اقلب في الحلبة لحد ما تلف معايا، وهقولك بقى ازاي تعرفي ان هي استوت باختبار حلو جدا وسهل جدا. لو انتي لسه مبتدئة هتطلع معاك ناجحة من اول مرة. هنفضل طبعا نقلب فيها كده، والعسل هيغلي دلوقتي، والسوداني والسمسم هينزلوا تحت، والعسل هيطلع فوق. ما تقلقيش خالص، اهم حاجة تخلي النار متوسطة من الاول، او يعني هادية علشان ما تتحرقش منك. طبعا انتوا شايفين ان انا ما سبتش الحلة خالص وايدي فيها علشان طبعا ما تتحرقش مني. انتي اهم حاجة تهدي النار. طبعا هي بدأت تغلي اهي انتوا شايفين. اهم حاجة تحطوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. عايزة اقولك طبعا الاكلة دي قد ايه مفيدة، وقد ايه بجد بتعمل طاقة للولاد وللكبار. مش عايزة اقولك طاقة رهيبة، يعني هتصحي من النوم كده عندك نشاط وحيوية لما تاكلي منها. وداعم بقى لدكاترة التغذية، وان ولادك مش قادرين ومش قادرين يقوموا ومش قادرين يقعدوا، لا بجد لما تعملي لهم الاكله دي صحتهم هتبقى كويسه جدا. هرجع بقى اكلمكم عن المشروع. تقدري بقى تعملي الوصفه دي وتزودي الكميه زي ما انا قلتلك وضعفي الكميه، وتقدري بقى تبيعيها لاي سوبر ماركت حواليكي. تتفقي مع السوبر ماركت تعملي الاول دعايه لنفسك. ازاي تعملي دعايه؟ تعملي كيلو من العسل زي ما انا قلت لك، يعني زي ما انا عملت كده. اول كيلو تعمليه كيلو واحد بس، مش هيكلفك كتير، هيكلفك حوالي 90 جنيه. طبعا الولاد هتاكل منه، وتشوفي برضو رأي الولاد لو اول مرة ياكلوها، شوفي برضو رأيهم هتعجبهم ولا لأ. وتقدري بقى تعملي في علب صغيرة كده، تعبيه في علب صغيرة وتودي. بصوا العسل غلي وقلبته، والسوداني والسمسم رجعوا على وش العسل تاني. هفضل اقلب فيه. نرجع بقى لكلامنا. تعملي بقى علب صغيرة كده من الحلبة وتوريها للسوبر ماركت اللي جنبك واللي حواليكي. كام سوبر ماركت عايزة اقولك تعملي لهم بقى عينة كده من شغلك وتوزعيها عليهم، وتشوفي رأيهم فيها ايه. وان شاء الله بإذن الله هيكون ليكي نصيب وهتبيعي وهتكسبي زي ما انا كده عملت. وما شاء الله ما شاء الله المشروع مربح جدا وحلو جدا. وزي ما قلتلك تقدري تعملي جروب على الواتساب او جروب على الفيسبوك، ودلوقتي كل الحاجات دي بتتباع على الجروبات. وصفة حلوة جدا. بصوا بقى هي كده بدأت تغلي غلوتين 3 كده، نسيبهم علشان نعرف ان هي استوت. هقول لكم دلوقتي ازاي بعرف ان هي استوت علشان ما تتحرقش مني. طبعا انا عملت كده، وزعت حواليا في السوبر ماركت اللي حواليا، وعملت اول كيلو عسل ووزعت كده منه لحد ما عجبت الناس اللي حواليا وجيراني، وبدأت اعمل لهم. وما شاء الله المشروع
ربح معايا، وتقريبا وزعت الكيلو بعد ما عملته. بصوا ما شاء الله. هاخد بقى كبشة كده واعرف ان هي استوت ازاي. بصوا هحطها في الطبق وهفضل الف فيها يمين وشمال. طالما ما نزلتش ميه معاكي تعرفي ان هي كده خلاص استوت، وتطفي عليها على طول. بصوا بعد 5 دقايق، ما كملتش ال5 دقايق، بصوا السمك بتاعها عامل ازاي، والطعم ايه في حتة تانية. هنحط بقى الحلة على الرخامة علشان خاطر تبرد. بصوا القوام بتاعها. هحط بقى الحلة على الرخامة وهفضل اقلب فيها كده علشان تبرد معايا. طبعا ما تسيبيهاش في الحلة، لازم تنزليها على طول في العلب بتاعتك بعد ما تدفى. يعني انتي تفضلي تقلبي فيها كده تقليب مستمر لحد ما تبرد معاكي، وهي بتبرد بسرعة على فكرة يا جماعة. العسل مش بياخد وقت في البردان، يعني تقريبا 10 دقايق على الرخامة. والرخامة طبعا اليومين دول ساقعة متلجة علشان الجو ساقعة. دي أكلة ليالي الشتاء الجميل وليالي الدفا. حتى لو انتي مش هتبيعي وهتعمليها لولادك بجد مش هتندمي، تعجب الولاد ان شاء الله. انا كده بقى ببدأ اقلب فيها علشان خاطر تبرد معايا بسرعة، وهعبيها في العلب زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله الكيلو العسل بعد ما حطيت له السوداني والسمسم بقى كيلو ونص. الطبق ده فيه نص كيلو، والعلبة الكبيرة دي فيها نص كيلو، والعلبة الصغيرة فيها ربع كيلو، والعلبة التانية فيها ربع كيلو من الحلبة. عايزة اقولك بقى الأكلة دي يعني زي ما قلت لكم في اول الفيديو طاقة. وبعت بقى العلبتين كده، ال3 علب دول بعتهم بقى للسوبر ماركت اللي حوالينا كتجربة، علشان خاطر يبقى ابدأ مشروعي اللي انا كسبت منه فلوس من البيت ومن مطبخي، وفي نفس الوقت اكلت ولادي اكل مفيد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير.